من ذي قار، من الأرض التي عندما تنطق باسمها تستحضر عمق التاريخ وعمق الحضارات، من المحافظة التي حملت على ترابها أول خطى الإنسان نحو الكتابة والاستقرار، من أور وزقورتها الشامخة، من أرض النبي إبراهيم الخليل، من مهد السومريين الذين خطوا على الطين أول الكلمات. نصل اليوم إلى لوحة عراقية لا تتكرر. هنا في ذي قار لا يمر المسافر دون أن تدهشه أهوارها الساحرة، تلك الجنة المائية التي تعانق ضوء الشمس وتحتضن القصب والبرد وترسم أجمل ملامح الهدوء العراقية. هنا حيث المنازل الطافية وزوارق المشاحيف وصوت الماء الذي يكتب قصيدة لا تشبه سواها، من الأهوار إلى الشناشيل القديمة، من أسواق الناصرية إلى بقايا المعابد السومرية. ذي قار ليست مكانا فحسب، إنها ذاكرة، وطن، وروح حضارة. ومن هذا التاريخ الممتد آلاف السنين نصل اليوم إلى قضاء النصر، إلى قرية النخيلة، حيث يتحول التراث إلى مهرجان جماهيري كبير، وحيث يجتمع أبناء القرى والمناطق المحيطة على كلمة واحدة: كرة القدم تجمعنا والروح الرياضة ترفعنا. اليوم في نهائي بطولة رابطة النخيلة بنسختها الأولى نعيش لحظات استثنائية في سجل الرياضة الشعبية، لحظة يكتب فيها منظم البطولة على المطشر سطرا جديدا في دعم المواهب وجمع الفرق تحت راية المنافسة الشريفة. هنا على أرض ملعب جمهورية النخيلة، حيث ازدانت المدرجات وارتفعت الأعلام وتزينت السماء بكبرياء جمهور يعشق اللعبة، نقف أمام نهائي لا يقبل القسم على اثنين. في هذا المساء الكروي يقف فريق الجوية في مواجهة فريق الجمهورية، صراع بين قوة الاسم وعزيمة الرجال وروح البطولة. فريقان حضرا اجتهدا ووصلا إلى هذه المحطة الأخيرة، والنخيلة كلها تنتظر من سيحتلي منصة التتويج، من سيكتب اسمه كبطل. أول نسخة تاريخية، هنا الحديد يطرق الحديد وهنا تبدأ الحكاية.